السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه واخباركم ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده هنعمل مع بعض فيديو جديد. انا جبت مكرونه، بعد ما جبتها جيت اعملها لقيتها للاسف مسوسه. كنت هرميها بصراحه، استخسرت ان انا ارميها، فجات لي فكره وقلت اعمل بيها فكره معاكم. وعايزه بالونه، وهنبدا بقى نشوف الخطوات ونشوف هنعمل ايه بالظبط. هنفخ البالونه. هاجي دلوقتي هجيب عندي غيره ابيض، هحط البالونه بتاعتي على حاجه كده. تمام. اللي انا هعمله هجيب المكرونه اللي عندي وهبدا احط غيره ابيض على الحرف بتاعها هنا كده، هعملها كده في الغيره. تمام. هبدا الزقها على البالونه بالشكل ده كده، هعمل كده والزقها، هغطسها شويه كده بحيث ان انا الجناب بتاعتها كمان يبقى فيها عشان المكرونه تلزق في بعض. هبدا بقى ارصها. الموضوع مش صعب، بس هو هياخد مني وقت بقى عقبال ما المكرونه دي ارصها وتنشف كده. هعملها بقى كلها زي ما احنا شايفين، هلزقها بقى ايه. اهم حاجه عندي الجناب يبقى فيها، علشان هي اللي انا هعتمد عليه ان المكرونه تلزق في بعض. هكملها كلها بنفس الطريقه كده، رصها جنب بعض، ونيجي بعد كده نشوف الخطوه اللي بعد كده هنعمل فيها ايه. هنا كده بصوا زي ما انتم شايفين كده، انا عملت جزء كبير من فوق، طبعا بدأت تتقل، وعشان اكمل بقى اللي تحت دون هعمل ايه. هي نشفت من هنا لان انا شغاله من بدري، فدي نشفت من هنا. هحطها كده وهبدأ بقى ارص المكرونه من الجنب كده. انا بعمل ايه، انا بحط الغيره في جناب المكرونه اكتر من تحت، يعني تحت كده كده هتلزق في البالونه ملهاش لازمه. انا بحط غيره في الحروف ان انا اخليهم يلزقوا في بعض مش في البالونه. يعني انا كده هو اما بعمل الجنب كده احسن من الطريقه الاولانيه اللي كنت بعمل بيها. اهم حاجه الجنب عندي يبقى فيه غيره كتير. عايزين نعملها بفرشه مفيش مشكله، بس هي انا لقيت نفسي بقى طبعا ايه بدات اعمل بايدي، فبدات تظبط بايدي احسن. هعمل كده اهو، وابدا بقى ايه ارصهم جنب بعض كده. انا بلزقهم في بعض مش بلزقهم في البالونه كده. زي ما انتم شايفين المكرونه اللي على البالونه نشفت خلاص وجمدت جدا. طبعا الغيره ماسكها حلوه قوي. اللي انا هعمله بسم الله الرحمن الرحيم، هاجي كده واقطع البالونه. هنا كده المكرونه بقت بالشكل دون. بقت الكرة عندي شكلها جميل قوي زي ما احنا شايفين كده. الخطوه اللي انا هعملها دلوقتي الدهان. هيبقى اسهل كتير لو في سبراي، هنرش سبراي هتبقى ممتازه. هي الافضل ليها السبراي، بس انا ما عنديش سبراي فانا هعمل باللي عندي. انا هجيب اللي هو الالوان المائيه، ذهبي مائي. انا هنا ده ذهبي مائي وحطيت عليه سنه نحاسي، حبيت ان انا اغمق الذهبي شويه. وهبدا ان انا ادهنها بقى ايه كلها بالشكل ده كده. انا هعمل الدهان من بره يدي ضي، بس ان انا اغير اللون، وفكره جديده وسهله وحلوه، والنتيجه بتاعتها النهائيه كمان انا جربتها تحفه. فهنكمل بقى الذهبي اللي عندي كله، هدهنها كلها واسيبها تنشف، وبعد كده هو نشوف الخطوه اللي بعد كده هنعمل فيها ايه. هنا كده بعد ما خلصتها دهنتها كلها بقت شكلها جميل جدا كده. بص زي ما انتم شايفين اهي شكلها حلو قوي. نشفت خلاص بقت بالشكل ده. اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هجيب اللي هي القاعده بتاعه اللمبه دي اللي تركب في الحيطه دي. كنت عملت بيها قبل كده معاكم حاجات قبل كده. انا عندي كذا واحده فانا هستخدمها. انا مش هعمل حاجه تاني، لا بقى لا هلزق ولا هعمل، لان هي مش مستاهله انها تتلزق. وهجيب الكرة اللي عندي واحطها بالشكل ده هنا. بصوا كده اهي بقى ده شكلها. بصوا شكلها شيك جدا. طبعا هنشوفها وهي محطوطة ومنورة كاملة على بعضها كده. بقت عندي اهي بالشكل ده. هي سهلة ما فيهاش حاجات شغل كتير. بصوا منظرها رائع. هنشوفها كمان. بصوا اهي شكلها جميل جدا جدا جدا. عملنا اباجورة من المكرونة في منتهى الجمال والشياكة.
وهنا كده زي ما احنا شايفين ده الشكل النهائي بتاع البالونه اللي عندنا او البالونه والمكرونه. يا رب تكون الفكره عجبتكم والفيديو عجبكم وتكون سهله وبسيطه بالنسبه لكم، ويا ريت حابه اسمع رايكم في الكومنتات نهايه. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، ولو انتم مش مشتركين معايا اشتركوا معايا في القناه وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. ويا رب اكون دايما عند حسن ظنكم، واستنوني فيديوهات تانية جديدة كتير ان شاء الله، واشوفكم في فيديو جديد وسلام. يا ماما انت حلوة، انت كانت جميلة وانت شاطرة. وانت جميل يا حبيبي والله، وانت كمان جميل يا حبيبي. مين ده كانت جميلة؟ انت اللي جميل يا قلبي.